المدخل إلى قواعد اللغة الشركسية. هذه غبزة بزخابزة ميخا حاب نبيل حلمي شوقار 16 شام إتسميني ترى طوجرة ترى. 2. الأسماء المشتقة عن طريق اللواحق والسوابق. قتيج بقواصر لبسة وزرغب سمرة لبسة برغب سمرجة. اشتقاق الأسماء باستخدام اللواحق هو الغالب، بينما الاشتقاق باستخدام السوابق قليل جدا، والاشتقاق يكون مع الجذر الواحد فما فوق. 1. اشتقاق الأسماء عن طريق السوابق. قتيج بقوات سمرة لبسة برغب سمرة. مساهمة السوابق في تشكيل الأسماء قليلة. الجدول التالي يظهر بعض الأسماء المشتقة عن طريق السوابق. السابقة: الاسم المشتق: ص زش إخوة، صبح الصبح أخوات، غنو غنو جيران، غسة غس أصدقاء. 2. اشتقاق الأسماء عن طريق اللواحق. قتيج بقوات سمرة لبسة وزرغب سمرة. أسماء جديدة تتشكل عن طريق اتصال لاحقات مع: 1. مع الأفعال، 2. مع الأسماء، 3. مع الصفات. ومن أكثر اللواحق المستخدمة: ب، ف، ج، و، غ، بخ، ح، ث، ش، غ، ي، ي، خ، هو، غ، نغ. علما بأن بعض اللاحقات غ، بخ، بالإضافة إلى اتصالها مع الأسماء يمكن أن تتصل مع الأفعال لتعطي أسماء مشتقة، وكذلك اللاحقات غ، ب يمكنها أن تتصل مع الصفة والفعل لتعطي أسماء مشتقة. جدول يظهر مجموعة من اللواحق المتصلة مع الأسماء والأفعال والصفات والمعاني التي تدل عليها الأسماء المشتقة. اللاحقة: نوع الكلمة، المعاني التي تدل عليها الأسماء المشتقة. فعل: أسماء لها معنى، مكان معين، مثلا مكان جلوس، مكان خروج، مخرج. فعل: حاوية، أدوات. فعل: أسماء تشير إلى ناتج بقايا، فتات لأجسام أخرى، أو يرمز إلى ناتج أداء معين. فعل: أسماء تشير إلى طريقة أداء العمل. فعل: أسماء تشير إلى نوع مهنة الإنسان. فعل: أسماء بمعنى الفترة المناسبة لأي فعالية. فعل: اسم يدل إلى نوع العمل الذي يقوم به الإنسان، عمل آني فيه نوع من الجهد. فعل: اسم بمعنى المصدر. فعل: اسم بمعنى المصدر. اسم: أسماء بمعنى الحاوية أو الوعاء الذي يحوي الشيء، أو مكان تتوافر فيه مادة معينة. اسم: أسماء لها معنى المكان المخصص للمهن أو للتواجد لأي سبب. اسم: أسماء بمعنى الزمالة، رفيق الدرب، رفيق الدراسة، أو صديق المهنة بشكل عام. اسم: اسم له معنى الملكية. اسم: أسماء لبعض الأشجار. اسم: أسماء تشير إلى المادة المصنوع منها الشيء.
اسم يدل إلى مهنة الرعي أو الرعاية لأشياء مختلفة، حيوانات، حشرات. هاو اسم يدل إلى نوع العمل الذي يقوم به الإنسان، عمل آني أو الذي يستطيع أن يقوم به. اسم بمعنى المصدر. أسماء تشير إلى مهنة الإنسان أو المادة التي يتعامل معها الإنسان. صفة. اسم بمعنى المصدر. صفة. اسم بمعنى المصدر. صفة. اسم بمعنى المكان البارز لصفة معينة. زيش. اسم تظهر أن مهنة لها علاقة بالتجوال، كممارسة العمل كموزع البريد أو ناقل الأحمال كالشاحنات. صفة. اسم بمعنى المصدر. صفة. اسم بمعنى المصدر. صفة. اسم بمعنى المكان البارز لصفة معينة.